فهو لا يمثل الجمعيه في ذاك العمل النقابي او الحزبي ديالو، هو يمثل التصور ديالو، يمثل المبدا ديالو، يمثل التوجه ديالو. هذا اللي غيجعلنا نمشيو بعيد. ولكن الا بدينا نمشيو في التصورات الحزبيه والنقابيه غادي نبقاو حتى حنا بنفس الشكل بحال هذوك الناس اللي حنا كنلوموهم، لانه غادي نرجعوا كنفضلوا فئه على فئه. ومن هذا المنطلق حاولنا مع البارح اننا نمشيو نقربوا واحد الخدمه اللي هي انسانيه، خدمه اللي هي صراحه يمكن تفرح القلب ديال اي انسان الا كان انسان. إلا ما كانش انسان هذا كلام اخر، لانه لانه حاولنا نمشيو عند الناس الخدمه ديالهم ماشي زعما اننا نشهروا بهذا الشيء او لا. والله القسم اذا قالوا الاخوان اننا نجلسوا هنا حتى نتلاقاو هنا قلت لهم لا نمشيو لعندهم، لانه راه الا يمكن لك تفرحني من دابا سيمانه ولا فرحتيني في واحد الوقت وانا جالس في خدمتي وانا كذا شي حاجه كبيره. على هذا الاساس مشينا عند الاخوان ودرنا معكم انكم تجيو لنا باش نتناقضوا معكم اللي جاي، ماشي اللي داز دابا اللي داز راه مزيان، ونقول لكم حتى منين جاش. علاش؟ باش واحد اخر اللي غايه في نفسه ما يلعبش على هذا الشيء اللي حنا كنديرو، لان حنا عارفين بان هذا الشيء اللي درنا حنا والاخوان ما غادي نصنفوا كمجموعه، وعارفين بان هذا الشيء ما غيعجبش بزاف ديال الناس وغيعجب واحد الغالبيه ديال الناس، وكاين واحد شويه اللي هي ديما كيقال له كتسبح ولا كتدور في الماء، العكير ما غيعجبهاش هذا الجهاز قباح لواحد الناس. وفي هذا الصدد حنا تجمعنا باش نقول لكم بحال خريطه الطريق بيناتنا تكون واضحه وشفافه. اليوم عندنا 5 ديال الحالات، حنا عارفين بان الخمسه ديال الحالات كيسموا لنا 20 او 30 حاله اخرين، وهاد الناس ما عارفينش بان حنا ما عندنا لا دعم لا من الدوله ولا دعم حتى من شي واحد. حنا خدامين بما اوتينا بالقوه اللي عطانا سيدي ربي، سواء الموارد ديالنا الشخصيه كاعضاء، سواء مداخلات ماشي مداخلات وانما العلاقات اللي عندنا مع الناس. ان حنا يمكن وظفنا العلاقات ديالنا الشخصيه في هذه الجمعيه وربي يسر الامور، ما وظفناش المسائل ديالنا الشخصيه وظفناها ليكم. الا كنا كنعرفوا مصور جبنا مصور، ولا كنا كنعرفوا شي واحد كيبيع الماء جبنا الماء، ولا واحد من ضمن هاد الناس لقينا واحد المحسن صديق ديالنا منعش عقاري، ما بغاش يذكر السميه ديالو حاليا، ما غاديش نذكروها حنا، نحترموا الاراده ديالو، ولكن نحترموا الاراده ديالو ولكن ما تضرناش حنا مستقبلا، لانه الاراده ديالو نحترموها لانه محسن من حقه، والله عز وجل يمنع علينا الرياء. ولكن في هذه الحاله ما بقاش رياء، في هذه الحاله واحد الحاجه تبان منين جات، لانه الا ما بانش منين جات غادي يلعب عليها واحد اخر. وفي هذا الاساس حنا حاليا ما غنقولوش شكون هو المنعش العقاري، ولكن اتفقنا معاه على اساس انه يدير جمعيه، وغنديروا شراكه مع ذاك الجمعيه، وذاك الجمعيه غادي تسبب لنا الدواسه